خليني اقول لكم انه ازاي المصريين كملوا خطتهم. ساسة وشعب كل واحد بيفكر بطريقته. خطاب المجاميع، خطاب الجماهير، وخطاب الساسة. مصطفى النحاس باشا بصفته رئيس الوزراء في 8 اكتوبر سنة 51 جمع البرلمان بغرفتيه مجلس الشيوخ والنواب، وخطب فيهم خطاب عظيم يعبر عن شكل إرادة الأمة المصرية ممثلة في قيادتها. قال: أنا من أجل مصر وقعت معاهدة 1936، ومن أجل مصر أطالبكم اليوم بإلغائها، فهي غنيمة للإنجليز وغرق لمصر. كوت، يعني قال جملة مهمة قدام ممثلي الشعب، وبالتالي اتنقلت للشعب بالكامل. لما أنا وقعت الاتفاقية دي كنت متصور إنها كذا، لكن هي النهاردة أنا اللي وقعتها، بطالبكم بإلغائها. ودي الحقيقة كانت شجاعة تحسب لمصطفى النحاس وللساسة المصريين في وقتها. في كتابات تاريخية كتير قالت إنه النحاس باشا كمان اتقدم بمشروعات قوانين، كانوا بيسموها زمان مراسيم قوانين. اتقدم بمشروعات قوانين عشان يعتبر إنه وجود القوات الإنجليزية هي وجود محتل. طبعا لو تشوفوا الخطة اللي اتنفذت بذكاء شديد، ابعاد القوات الإنجليزية راحت على قناة السويس، يعني خرجت شوية من العمران. ما هو ما كانش العمران زمان واصل قوي لقناة السويس،